وصفة النهاردة بقى لذيذة جدا وهتعجب الجميع، حلوة جدا كمان للي عامل دايت، وهي البليلة بس بطريقة جديدة على طريقة الرز باللبن. طعمها خطير، وكمان هنعملها صيامي او باللبن نباتي، وممكن كمان تنفع بأي لبن انتوا تحبوه. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. عندي حوالي كوباية ونص من القمح الحبة الكاملة، قعدتهم حوالي من ساعتين لأربع ساعات. بعد كده ببتدي اسويهم، وممكن تسويهم على طول. بحط لهم حوالي 4 كوبايات من المية ويستوي. طبعا بتابعها علشان ميتها ما تنشفش لغاية ما تستوي كده. ببتدي بقى عندي ازود اللبن. انا حطيت هنا اللبن الصويا. ممكن تحطوا اي لبن، ممكن لبن جوز هند، ممكن لبن عادي. حطيت سكر عادي، ممكن بقى نحط السكر دايت لو حابين تعملوها للدايت. يعني انا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي تنفع باي طريقه، بس احنا بنستبدل بيها شويه حاجات كده. بعد كده بقى اضيف لها الاضافه بقى المهمه جدا، وهي معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ودي نفس الطريقه اللي بنعملها مع الرز باللبن، بيديها طعم حلو جدا. انا هنا مش هضيف نشا، لان كده كده القمح او البليله بتبقى فيها نسبه جلوتين او نسبه من النشا. يا دوبك بس ضربتها ضربتين كده وخلاص. عندي كده هي استوت. مش بضربها كلها، يعني بتبقى بضربتين بسيطة كده، بس مجرد بس بيفعل النشا وبيخليها متماسكة، لان احنا مش هنحط نشا زي ما بنحط في الرز باللبن. ببتدي بقى اغرفها عندي في اطباق او ممكن كاسات، وبعدين بقى بنزوقها او بنحط لها المكسرات، وطبعا دي بتضيف لها قيمة غذائية حلوة. عايزه اقول لكم انها طعمها تحفه بجد وهتعجب الجميع. نحط بقى شويه من المكسرات، لو عندك فول سوداني او بندق، جوز هند، زبيب، كل ده طبعا حاجات بتبقى لذيذه وبتخلي طعم جميل وبتديها نكهه حلوه قوي. ممكن بقى برضو نزوقها بشويه من الشوكولاته الملونه. طعمها تحفه بجد، هيعجب الولاد جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.